الافارقه جنوب الصحراء تهجموا على عدد كبير من السيارات وعرضوا يعني السلامه ديال عدد كبير من المواطنين للضرر. كما كتلاحظوا معنا هذو هما السيارات اللي تعرضوا للضرر ومنهم سائق الطاكسي. السلام عليكم الحاج، شنو وقع لكم؟ وياك التيز جا ضرب لي الطاكسي وطلع لي بسيف بغا يضربني بسيف؟ الله اكبر. طلع لي فوق الباب كامل علاش؟ والو بوحدهم. علاش قتلهم؟ اش قتلهم بالخلق يضربوا فيا باطل. تقريبا شحال العدد ديالهم كان تقريبا؟ تقريبا شي 20 واحد اللي دايزين هازن السيوف. هازين السيوف. سمعنا باللي واحد السيده يعني تعرضت للاذى هي والابنه ديالها. يعني البنت مازال صغيره؟ باقا صغيره. والام ديالها حتى هي؟ فاهم. تقريبا شحال ديال السيارات اللي تعرضوا للتكسير؟ تقريبا شي 8 السيارات. 8؟ لا حول ولا قوه. وكيفاش عملتوا مع الوضع؟ ملي يعني البوري عيطنا على البوري. واش ملي ضربوا هربوا ولا بقاو بعين المكان؟ لا شافوا البوري ثم هربوا. واش يعني داو لكم شي حاجه ديالكم فلوس ولا شي؟ والو غير تكرفصوا عندنا. غير تكرفصوا على الطوموبيلات؟ تكرفصوا على لا حول ولا قوه الا بالله. داروا هلاع كبير. الله يحفظكم. جات فيك شي ضربه الحاج ولا شي حاجه؟ كنا معولين على الموت. هذيك الموت كانت باقي قدام عينك ماشي. السيوفه من الحجم الكبير ولا من الحجم الصغير؟ السيوفه من الحجم الكبير. هادو افارقه ولا سودانيين ولا باش كيدوي بالفرنسيه ولا كيدوي؟ افارقه خالطين. انت هو من احد الاقارب ديال هاد البنت هادي. شنو وقع لهاد البنيه هادي وشنو هو الحال ديالها؟ تبارك الله راه كانوا هما كثار، ماشي شي واحد ولا جوج، ترى كثار، تقريبا فوق 20 حتى 30 واحد الشخص. يعني كانوا متابعينهم الناس ديال الامن، كانوا متابعينهم وما تموا غاديين لاي واحد كيتلقاو له كيتعداو على الموت. اي واحد كيخرجوا لي اي واحد خرج قدامهم كيرجع. دابا راه مارسين يعني دوك الجاج على الجهات، يعني تقريبا 4 السيارات اللي كيبان لك واقفين كلهم راه مارسين الجاج نفس كما تنقولوا حنا نفس الاتجاه، كلهم مارسين الجاج الطوموبيل اتجاه واحد ماشي زعما. تشدوا شي وحدين في هذا الافارقه؟ تقريبا السيارات شدوا شي جوج تقريبا. كي دايره الحاله الصحيه ديالو؟ السلاح ديالو عندنا وسط الطوموبيل ديالنا كاع. باقي السلاح ديالو وسط الطوموبيل؟ فين الطوموبيل؟ راه كاين وسط الطوموبيل. اجي نشوفوا معاك ماشي مشكل. خليكم معنا مشاهدينا متابعينا في هذا البث المباشر والعاجل. تايرات من الطاكسي لا حول ولا قوه. الله الطوموبيل انت كرفصوها مع جوج ضحيات مشاو للرجوز. هما مشاو للسبيطار. الله اكبر. الجاجه شوف على حاله. شوف افارقه صراحه ولاو دايرين واحد الهلع كبير. انتم عاوتاني غادي نحاولوا. هذه الطوموبيل ديالك؟ الله شوف هازو مع السلاح ديالو مزيان. هادشي هو العكاز باش كان هاز. العكاز كان هازو كيضرب في السيوف اللي كانوا هازين والعصي ولاش هاز. فهمتي؟ البنيه كانت جالسه اللور؟ كانت جالسه هنا في هذه البلاصه. شحال العمر ديالها تقريبا؟ وهذيك تقريبا 24 25 تقريبا. الام ديالها كانت قدام؟ الام ديالها كانت معاه. حتى هي كانت معاه اللور؟ وهذه البنت الصغيره حتى راهي كانت معاه. يعني عاشوا الرعب الناس اللي كانوا معاه. ضحكتي معاهم؟ ولكن ملي سمعت الخبر راه جيت مع المغاربه كما كتلقى مع الافارقه. المغربيين ما بقيش عندنا غيهجم في الطريق غيدير هذه الحاله كامله. يقدر يجي واحد غيوقف عليك ولا يهجم عليك بدون سبب. يعني هادو راه عادي يزيدوا كيهرسوا في عباد الله في الطوموبيل. راه مازال شي ناس اخرين مشاو ما يطوبات اخرين مساكن يعني شافوا ما بقاوش مع هذا البرد وهذه الاحداث هادشي مشاو سمعوا في حقهم وزادوا. ما يقدروش يبقاو جالسين بحال. ولكن تقريبا شحال ديال الناس اللي مشاو للسبيطار؟ تقريبا شي 4 الناس تقريبا كلهم نساء. استنفار كبير من طرف عناصر الامن الوطني اللي كيتواجدوا بشكل مكثف في هذه الاثناء. مشاهدينا متابعينا الله يدير اللي فيها الخير. اكيد الان راه يعني كاين حملات كبيره كيقوموا بها كل مكونات الامن الوطني في هذه اللحظات من اجل اكيد القاء القبض على هاد الناس اللي قاموا بهذه الافعال الجرميه في حق يعني مجموعه من مستعملي الطريق. كل الشكر لعناصر الامن الوطني اللي اكيد على مدار الساعه دايرين خدمه كبيره. اكيد كما كنلاحظوا جميع طيله هذه الاشهر الاخيره كانت يعني عمليه ديال الترحيل ديال عدد كبير من الافارقه. ولكن مع ذلك كاين البعض منهم مسالم والبعض منهم اللي اكيد كيستوجب يعني يطبق عليه القانون ويتم يعني النقل ديالو البلد ديالو بهذا المعنى هذا. حيت ما يمكنش انك تكون غادي في الطريق ما بك انت والاسره ديالك ولا انت والعائله ديالك وغتتعرض يعني لهذه الامور هذه وغيجيو افارقه غيتهجموا عليك وغيكسروا السياره ديالك. والبعض من المواطنين راه تم يعني النقل ديالهم للمستشفى. مجموعه من الافارقه المدججين بالسيوف توجهوا مباشره للسيارات تعدوا على المواطنين بدم بارد
اللي بقى بصحته، راه السياره ديالو كاين اللي يسمح بالحق ديالو قال ما صافي ما كاينلاش ندير المتابعه. بعض الناس اللي من حقهم قال لك انا ما يمكنش انني واحد تعدى عليا السياره ديالي ولا كرف السياره ديالي ولا الام ديالي مشات للمستشفى ولا والدريه اللي مازال صغيره كذلك هو مثال تعرضات الجروح بالغه وتم النقل ديالها مشاهدينا متابعينا للمستشفى. يعني 4 ديال الاشخاص تم النقل ديالهم للمستشفى من اجل تلقي الاسعافات الاوليه. الله يدير اللي فيها الخير. ومره اخرى كنأكدوا يعني راه كاين عمل كبير وجبار، كاين دوريات في هذه اللحظات من طرف عناصر الامن الوطني اللي دايرين واحد الخدمه كبيره من اجل القاء القبض على هاد الافارقه جنوب الصحراء اللي تسبوا في هلاع وتسبوا في تخريب عدد كبير من السيارات ديال المواطنين. راه في حدود الساعه تم الاعتقال ديال 2 ديال الاشخاص، ومازال يعني العمل مستمر من طرف يعني عناصر الامن الوطني اللي دايرين دوريات على يعني طول هاد الطريق من اجل القبض على البقيه. راه ما يمكنش يعني الطوموبيلات ديال الناس راه تكرفسوا بالكامل ديالهم. الله يدير اللي فيها الخير. راه الوقت اللي كان الهجوم ديال هاد الافارقه المواطنين تفاجئوا، كلشي تصدم، كلشي تفاجئ، كلشي ما عرفش اشنو وقع. الله يدير اللي فيها الخير. اكيد كل الشكر لعناصر الامن الوطني. الدوريات ديال الامن الوطني مازال مستمرين بعين المكان. شوفوا الطوموبيلات ديال عباد الله كيف ولاو. كما اكد لنا سائق سياره الاجره قال لك الطوموبيل ديالي شوف قال لك طلع في الطوموبيل فوق من السياره ديال الاجره وبدا كيضرب بالسيف وما عندكش حتى كيفاش هرب. قال لك كان لوبوتياج ما عندناش كيفاش نهرب. يعني كاين دعم من طرف عناصر الامن الوطني في هذه اللحظات. يعني الدوريات ديال الامن الوطني مازال مستمره من اجل اكيد القاء القبض على البقيه. استنفار كبير من طرف مكونات الامن الوطني بمحيط ولاد زيان من اجل القاء القبض على البقيه.